السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل بديل الكريز اللي بنشتريه من عند الحلواني عشان تعملي بيه الجاتوهات والحلويات. هنعمله النهارده بأبسط طريقة واسهل حاجة. مكوناته سهلة جدا، ونبدأ ان شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هتحطي كوبايه ميه وعليها نص كوبايه سكر ونص كوبايه نشا بس. هي دي كل المكونات. وهتجيبي اللون، طبعا هو معروف باللون الاحمر، هنجيب اللون الاحمر اللي عندك وهتحطي منه. تفضلي تحطي حبه حبه لغايه لما تجيبي درجه اللون بتاعته مع التقليب المستمر. وخلي بالك عشان ده نشا عشان ما يكلكعش منك، فلازم تقلبي كويس لغايه لما يعني ايه يستوى. وكده لو سبتيه كده مش هيكلكع، بس برضو مش هنسيبه كده. لسه ما استواش، هو لسه خفيف، لسه عايز نار حبة حلوين كده كمان. هو بس هي مشكلته كلها في النار، انك هتقعدي شوية تشتغلي بيه شوية. هتقلبي عايزاه لغايه لما يتلف زي كوره كده مع بعض، ويطلع من يعني على قد ما تقدري يطلع من الحله شويه. بصي كده عامل ازاي. سبت المضرب بقى عشان هو خلاص مش دور المضرب. بصي عملت ازاي، تخليها لغايه لما توصل للدرجه دي. ولسه انا حطاها على النار ولسه بقلب فيها. بصي عملت ازاي، بقت بتتشال. تحس ان هي عايزه تتشال من الحله كده. خلاص احنا كده قربنا نطفي عليها كده. حلو قوي وجميله واستوت. وهي بقى على قد ما تقدري تمسكيها وهي سخنه تكوريها بسرعه عشان خاطر ما تتعبكيش، عشان تبقى كور كده حلوه زي ما بتشوفيها. اعمليها صغيره على قد ما انت بتشوفيها. دلوقتي بقى جاي دور المسابقه الدينيه. سؤال هو بيقول: من هي الصحابيه التي استطاعت ان تخلص اخوها من الاسر؟ اكتبي لي الاجابه في التعليقات. اسئله دينيه نراجعه مع بعض، يعني ما احنا بنتفرج نستفيد. لو وصلتي معايا لغايه كده يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اكتبي لي تعليق كده حلو زيك بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصي الكميه بتاعتي حلوه، يعني نص كوبايه نشا ونص كوبايه سكر. عملوا حبه حلوين يكفوكي تعملي منهم حاجه او حاجتين يعني. هتحطيهم بقى في علبه زي نحفظهم، هنحطهم في علبه. وهي هتحطي عليها شربات تقيل، شربات الكنافه بتاعنا العادي بس يكون تقيل. هتغطيها كده بالشربات وهتغطي عليها وتسيبيها تقعدلك في التلاجة لمدة اسبوع. عايزه تحافظي عليها باكتر من كده، يعني هتستخدميها في اكتر وقت من كده، حطيها في الفريزر العادي ولما تحتاجيها طلعيها تفك براحتها. كده فيديونا خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.